القهوه اللي بعد الفطار ده بيترتب على اليوم كله، عشان كده انا بحب اعمله بيرفكت بصراحه وما يبقاش فيه غلطه. اول حاجه هاخد نص معلقه من البن البرازيلي، انا هاخد مقدار معلقتين بس من الخلطه كامله، وطبعا تقدر تشتري الخلطه ديت كلها مره واحده، ما تجيبش كل نوع لوحده. وبعدين هاخد كمان نص معلقه من الهند الارابيكا. الهند الارابيكا هيديني مزازه كده ولذه مختلفه جدا في قلب الخلطه، وبصراحه بيبقى طعمه حلو جدا في الخلطه. وبعدين هكمل الكلام ده كله بقى بالكولومبي. اي خلطه يا جدعان بيدخلها كولومبي بتختلف 100%. كولومبي الوسط بصراحه بيودي القهوه في حته ثانيه زي البيستاشيو بالظبط زي ما البلوجر بيقولوا. هنشتغل بقى على الروبستا دلوقتي عشان نعلي من نسبه الكافيين ونظبط القوام والوش، لان قهوه بعد الفطار ديت لازم يبقى وشها حلو وقوامها حلو. هاخد ربع معلقه، نص معلقه من الهندي الروبستا، وبعدين هاخد نص معلقه من الاندونيسي. كده انا خدت مقدار معلقتين بس من 4 انواع. طبعا تقدروا تشتري الخلطه دي كامله من عندنا او من اي محل بن ممكن تقول له. هناخد تلج عشان يحصل انسجام بين البن والميه، فبالتالي يحصل حاله تشبع، فبالتالي ايه القهوه تستوي كويس جدا، فبالتالي هتاخد قهوه كريمي جدا بيرفكت ما فيهاش غلطه. هكمل الكلام ده ميه، وبعدين هقفل بايدي وهرج القهوه ديت على قد ما اقدر عشان كل ده يتمكس في بعضه، والقهوه والميه